فشاهدنا بقوا على التصويت، مندوبنا قال التصويت بالوقاف، الواحد يقيف على حيله، اللي عايز الشريعة الدستور الإسلامي يقيف على حيله، وقفوا 5 من 94. والله ما فيهم مسيحي، 94 ما فيهم مسيحي، كلهم مسلمين أولاد مسلمين. فهمت؟ واللي ما عايز الشريعة الإسلامية يقيف وقفوا 79. عندنا مكة عباس ده قراص بر بتروح السقف من عندنا والرفاع كان محافظ الجزيرة. فهمت؟ خلاص سقطت الجمهورية الإسلامية، لكن الحكومة ما وصلت لها قدام، 2 3 جاء عبود، ركب عبود، خلاص جاء الحكم العسكري. نرجع للسؤال الأول اللي هو تأسيس المركز العام والمساجد الكبيرة في أنصار السنة. المركز العام كان في مدرمان ونحن كنا فيه، لكن النمو كان ضعيف، ما عندنا إمكانات وما عندنا إلا الدار البسيطة دي. وبعدين جونا عبود قدمنا طلب، ادونا أرض الحتة دي 350 متر هاي، وكانت صقيعة، كان فراغ، المحد كله ما في بنط، كله بس السكة حديد ونحن بجاي، والديون كانت بعيدة، فراغ بس. عندنا 8 جنيه كل ما نملكه، اشترينا كلها في الطوب وعملنا ركوبة كبيرة، وجينا يوم الجمعة 7 صباحا لقينا قدامنا 12 جوز شايقية من أهلك سلفيين كلهم جايين من السعودية بنايين، وبس دخلوا في الأرض دي. تمام كام ده؟ سنة 57. لا في عهد عبود، يمكن 59 حاجة، والله يمكن كم 80 حاجة زي كده، هو تاريخ مكتوب هنا، أنا ما ذاكرت لي السيمانة بعد عبود، هو عبود اللي ادانا الأرض دي. بعدين شيخنا الشيخ عبد الباقي قدح المونة طين، واحنا نقول في الطوب كلنا شغالين، واحنا واحدين من حلفية الملوك، واحدين من الجريف شرق، وانتوا نسير يعني براكم كلنا برانا، و12 جوز يعني 24 بنا متطوعين. 7 صباحا شغل، يلا 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 يلا. الساعة 4 الحوش قفلناه، والأوضة سقفناها، والمسجد بقى أعتاب. أيوة. بعدين واحد اسمه فلان الأنصاري، اسمه يا ربي، بيجي الحلة الجديدة، الله يا أخي ذاكرت سجمانة خلاص. كامل الأحمدي، كامل الأحمدي ده صاحب المسجد قريب من المطار ده اللي حد سأله السؤال الدينية دي، هو صاحب المسجد ده. جه شاق الميدان ده الصباح لقى فاضي، لما راح لي مسجده جاي راجع لقى قال جنود سليمان دير، والله دير جنود الرحمن. المسجد ده طين، مونته طين، وسقفه زنك حاف، لا تلقيم لا مروحه لا اي حاجه، وارضه تراب. لكن خلاص الجمعه الثانيه تم، والله بقى عندنا ذا القصر الجمهوري، هو نادينا. انا طوال حولت المركز العام من مدرمان لخرطوم، فهمت؟ وشغالين في المسجد متواضع بالطريقه دي، ونشاط. بعدين بقينا ندخل المولد، نعمل حلقات في المولد، يطردون من المولد. الحكومه اول التصديق ذاته نتحصل عليه بتعب شديد، احنا خربنا عليهم. نحن بدينا في درمان بدري، بدينا في درمان، والله الحلقات كلها تتفضل في حلقتنا. الشيخ الجعلي كان اعقل الشيخ طريقه، حيران كان جنبنا، مما نبدا يبطلوا اي حاجه، يشربوا مويه البارده ويسمعوا الخطب، وقاعدين ساكت. الشيخ من هناك كلمون، قال لهم انتوا يا تسمعوا يا تعملوا في دوركم، لكن لو بقيت في شكل انصار السنه انا بحاكمكم، لانه ديروا ولا ما انتم ما عندكم حاجه. اخذنا سنين عديد شغالين في درمان، وجينا الخرطوم. بقى الخرطوم دي بهدلتنا بهدله. لكن في عهد النميري اخر ليله جابوا علينا تقفلوا خيمتكم دي، ان لازم احنا بنقفلوا بالمساجين. عندنا كاملا بناير، وعندنا حاجه كسروا المساجين، فرتقناها برانا وجينا احتفلنا بالمسجد هنا. اخر يوم كلنا بيت في الحراسه،
أنا والشيخ أبو زيد. الشيخ مصطفى ما قال فيتون، ما لاقيني. سأل أبو زيد قال فيتون، قال ما أعرفش. قبضونا 3 سجن انفرادي، دخلنا السجن. السبب أن ميري صوت عون الشريف ما قدر يسمعه في الخيمة، لأنه الميكروفون بتاعنا كبير، كان كبير جدا. والله أنا ذاته قلت لهم والله أنا لو ضدكم كنت اشتكيت كسرت عليكم. والله لما يهز صدرك ده يتفكك. 5 سماعات جوا اسطوانة واحدة بس، خلاص. هو قاعد في الخيمة، ووقفوا النوبات، وقفوا أي حاجة. نحن مع حرعيين بنعرف. لو ادونا خارج قال كنا وقفنا. بعدين قال وقفوا ده قالوا خارج الساعة. جينا الليلة ديك بيتنا في السجن 6 أيام قاعدين في السجن. وبعدين بعد 6 أيام في تاجر له صلة بالناس الأمن، فجانا خلوه دخل قابلنا. قال أنا يعني تعاهدت إنكم أنتم يكتبوكم تعهد تمضوا عليه، بكرة فكوكم، لكن ما تخذلوني. قال لكم أمضوا ما بضركم بشيء، لأن أنا قطعت عهد. وبكرة الساعة 1 حيسوقوكم يودوكم تقابلوا اللواء اسمه الجيري من أسود مدني. مشينا اللواء ده على 3 ناجي وبزيد والعبد لله. أول ما قعدنا قام طوالي اللواء قال انتوا يعني لاقين دعم من السعودية، والطوائف ما لاقي دعم، وفاكرين نفسكم السعودية عملوا لكم حماية في البلد ده. احنا أفجوا له سلطان علينا هنا، لكن سعادتك الدلال شنو على انه بتمدنا السعودية؟ قال انت بالذات بتمشي السفارة كل يوم. قلت له والله حتى لو فكتني بمشي، حتى لو فكتني بمشي. انا يا سعادتك بمشي سفارة بتوسط، وكل الناس انا وصلت عليهم الشيكات بتيجي حضرتك يقول لكم ما تكتب شيك باسمي، كل شيكات اكتبها باسمي انا. بجيب شيخ الطريقة في بيتي وبجيب لكم كوباية مويه يشربها وكوباية شاي وامضيه واسمه بعنوانه عندي، لكن والله اسمائهم دي ما تعرفه الا في محكمة. انا ما اوريك اياها ابدا، لا انت ولا غيرك. ارفع قضية انا بعض طوالي شاف كلامي صعب، قال لي حسن النوبة دي ما لاعب شنو بقت ونسة. قلت له انت من مدني؟ قال لي هاي الكلمة بتعرفها؟ قال لي بعرفها غير بود مدني. وتكنان سمعت به؟ قال سمعت به. قلت له ده عالم معترف بعلمه، شيخ الطريقة معه في الحلة. قال لي يا ولدي ما تعلم حيرانك دير الدين. شيخ الطريقة قال لي والله احنا بنهلفهم بالقدوم، انتوا بمبردكم ملسوهم. قال لي والله خشم قدومكم مبردنا ما بملسوا مبردنا ما بملسوا. قلت له كمان واحد من انصار السنه عنده صديق الشيخ نوبه زي اللي حسه ده، قام قال لي حيران والله شيخكم ده نوبته كعبه ولئيمه. الشيخ جابه هرش قدام الحيران، انت قلت قال والله شينا وكعبه كيف كده؟ قال لي ما تشبه نوبه الرسول. الشيخ بعد فرشة كده سكت. لما الحيران قال لي يا مطموس الرسول عنده نوب. قال انت عامل ايه؟ الآن دارين نتحدث، جينا زي فترة الستينات كان فيها جبهة الميثاق الإسلامي، وكانت جماعة أنصار السنة شاركت في هذه الجبهة. نريدك أن تحدثنا عن فترة أكتوبر كلها بما فيها جبهة الميثاق الإسلامي ونشاط الدعوة في هذه الفترة. طبعا أكتوبر خطوة عسكرية يعني أسقطت حكومة عبود. أيوة نعم ثورة شعبية، لكن اللي شجعها فرقة من الجيش تمردت وانضمت إلى الناس اللي عملوا الثورة. أيوة نعم. وبعدين انبثق عنها جبهة الهيئات وجبهة الأحزاب. جبهة الهيئات دي ضمت أساتذة الجامعة وبعض النقابات، وعملت نادي خريج جامعة دار. أيوة دار الأساتذة. والأحزاب كلها انحصرت في قوة المادي في أم درمان. نحن كهيئات حاولنا ننضم لأي من الهيئتين، رفضونا. هي الأحزاب رفضتنا وجبهة الهيئات رفضتنا، لكن نحن لاحظنا إنه جبهة الهيئات